عليكم. النهارده هنقدم بطاطس محشية بالجبنة. معانا بطاطس وطماطم وفلفل. معانا مكرونة. هنغسل البطاطس، كيلو بطاطس هنسلقه. ومعانا الطماطم علشان نعمل صلصة المكرونة. قطعنا البطاطس وحطيناها على النار. معلقتين ملح. هنسيبها لما تتسلق. هنجهز صلصة المكرونة. هنضرب الطماطم في الخلاط. حطينا بصلتين على النار يتسلق يتحمروا. ونزلنا عليهم بعد تشويحة خفيفة بالفلفل. وهننزل عليهم بالطماطم بعد ما صفيناها. هنا البطاطس بتاعتنا اتسلقت وطلعناها وهرسناها. حطينا عليها ملح وفلفل ومعلقة زيت بسيطة. هنقلب فيها كويس. وهنبدأ يكون معانا جبنة رومي مبشورة وجبنة موتزاريلا وبيضتين وبقسماط ومعانا دقيق. هنبدأ ان شاء الله نحط الملح وفلفل على البيض. ونبدأ بنشكل البطاطس بتاعتنا. تقدري تشكلي البطاطس زي ما انت عايزة، صوابع او زي الدواير كده براحتك. هنحشي الجبنة اللي احنا عايزينها، ما تحشيش جبنة كتير لاني هتطلع من البطاطس. فحاولي كده ظبطي ايدك في البطاطس. هنبطنها بالدقيق. وهننزل عليها بالبيض. ونطلعها من البيض وبعد كده نحطها تاني. نديها بطانة تاني بالبقسماط. هنخلص بقية الكمية بتاعتنا وهنسيبها ترتاح في التلاجة ساعتين. وبعد ما نطلعوها من التلاجة هنكون مسخنين الزيت علشان ننزل بيها ونبدأ تتحمر. في الوقت ده احنا الطماطم بتاعتنا خلصت علشان نجهز طبق المكرونة. بس هناخد معلقتين صلصة. هحط عليهم معلقة توم ومعلقة شطة وملح وكمون وكزبرة ومعلقة خل ومية مغلية. وكده عملنا الدقة والبطاطس بتاعتنا اتحمرت. اتمنى انها تكون عجبتكم ونالت رضاكم.